بميه وسكر هتعمليها بدون اي اضافات زياده، لا هحط عسل جلوكوز ولا اي اضافات تانية. مكونين 2 هتعملي احلى حلاوه سمسميه تجنن. يلا بينا نسمي الله وننزل الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وزي ما احنا متعودين في الحاجات السريعه بتاعتنا دي بنجهز حاجاتنا الاول. يعني بمسح الصينيه بتاعتي بالزيت وبفتح فيها كيس ثلاجه امسحه بالزيت، وكيس ثلاجه تاني مدهون بالزيت واركنه جنبي. تاني خطوه معايا بجيب السمسم بتاعي بيكون متحمص، ده نص كيلو من السمسم بيكون متحمص، برفعه بس على نار هاديه يا دوبك يسخن بس معايا، طلع اي رطوبه فيه. بعد كده بجيب الطاسه انزل فيها بالكوبايه من السكر، ربع كوبايه من الميه، على طرف المعلقه ربع معلقه صغيره من ملح الليمون او عصير نص ليمون. برفع ده كله على النار. اول ما يبدا يغلي معايا، دي اول درجه في الغليان. دي بقى تاني درجه، خلي بالك من الدرجات اللي انا بوصلها للعسل. ودي تالت درجه. رابع درجه اللي هي دي اللي انا هرفع فيها الكراميل من على النار. عايزه بقى اعمل اختبار، بنزل بنقطه كده في شويه ميه باردين، اول ما يلاقيه كارمل معايا يبقى كده سواه معايا مظبوط. برفعه فورا من على النار وانزل بيه على السمسم بتاعي. والحركه دي بقى مهمه جدا، مهم جدا السرعه في الشغل. هي تكنيكها سهل جدا وحركه يعني شغلها سهل، بس لازم كل حاجه سريعه، كل حاجه تبقى سريعه معايا. صينيتي تبقى جاهزه عشان انزل على طول بالسمسم بالشكل ده. الاسباتيولا اللي انا هستخدمها تبقى مدهونه زيت، السكينه اللي هستخدمها تبقى مدهونه زيت. جنبي طبق فيه شويه زيت وفرشه علشان على طول محتاجه ادهن حاجه زيت يبقى سريعه جنبي. بسويها، بفرش الكيس اللي انا دهناه زيت بمنتهى السهوله كده وهي لسه سخنه، بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. حابه بقى عندك النشابه الصغيره دي تفردي بيها كوبايه، تفردي بيها. انا فردت وسويت كده بالكوبايه وكده بقت معايا تمام. شايفين شكلها تحفه. بالسكينه برضو ممسوحه زيت، وهبدا ان انا اقطع وهي سخنه. خلي بالك من الخطوه دي مهمه جدا، لو سبتيها تشد معاكي تتكسر مش هتتقطع. فوهي سخنه بقطعها الشكل بقى اللي انت عاوزاه، صوابع بقى رفيعه صوابع تخينه زي ما تحبي. بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. السرعه الوصفه بتاعتي النهارده معتمده نجاحها او فشلها على سرعتك في الشغل، بس مش اكتر من كده. لكن المقادير سهله وبسيطه، ولا احتاجنا عسل جلوكوز ولا احتاجنا عسل ابيض ولا اي اضافات زياده خالص. كل حاجه موجوده ان شاء الله عندك في البيت بالشكل ده كده. الزيادات دي بشيلها بقى، الولاد بياكلوها على طول في وقتها. بعد كده بعد ما بتبقى سبتها حوالي 10 دقايق او ربع ساعه كانت شدت معايا وبقت بالجمال والحلاوه دي. والله من اروع واحلى الوصفات اللي انت هتجربيها وهتدعي لي عليها. بتدوب في البق كده دوبان، حاجه هشه جدا، طعمه جميله، تجنن تجنن تجنن. طبعا انت حابه تضيفي بقى فانيليا او ماء ورد بتضيفي على الشربات في الاول. انا ما ضفتش اي حاجه خالص غير اللي انتوا شفتوه. انا بقى بحب كده ادلع السمسميه بتاعتي النهارده. لقيت عندي شويه شوكولاته في التلاجة، رحت واخداهم مسيحاهم على حمام مائي. طبعا اي شوكولاته عندك بيضه او شوكولاته سوداء اللي موجوده عندك، وزوقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حقيقي تجنن، حلوه حلاوه مش قادره اوصفلك على حلاوتها. بس الواحد ما بيحب يعمل حاجه حلوه بيحب يدلعها كده ويعمل لها شكل حلو. زوقتها بالشكل ده بعد ما نشفت معايا او الشوكولاته شدت معايا، رصيتها في الطبق بتاعي. طبعا بقى اللي كانت بالشوكولاته الغامق حطيت عليها ابيض، واللي شوكولاته الفاتح حطيت عليها غامق. وكان عندي كده شويه سمسم من الحلاوه السمسميه، هي ده يبقى دوبان، فبعملها بايديا كده بسهوله بتفك معايا وبزوق بيها على الوش زي ما انتم شايفين. طالعه معايا تجنن. شوفوا بتتقطم ازاي في ثواني. شايفه القطمه بتاعتها؟ بصي بتتكسر معايا كده، حاجه دايبه، حاجه كده تحطيها في بقك تدوب. طعمها يجنن، من احلى واروع الحاجات اللي ممكن تعمليها. مش عايزه اقولك الولاد اكلوا دي وسابوا الحلاوه اللي في العلبه خالص، دي بالنسبه لهم احلى بكتير بكتير يعني. جربيها هتعجبك جدا جدا جدا. ما تنسيش بقى ترفعي الفيديو بلايك وشير كتير علشان الكل يستفاد. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تنعاد عليكم الايام بالف خير يا رب. وما تنسوش بقى تنزلوا في الكومنتات تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كمان مره كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تنعاد عليكم الايام بالف خير.